دلوقتي كلنا بندخل مواقع ونشتري اونلاين بخطوات بسيطة جدا والعملية سهلة جدا. بس هل يا ترى كانت في بداية التجارة الإلكترونية نفس الموضوع ولا كانت أعقد من كده؟ أكيد كان الموضوع أكتر من كده تعقيدا، بيتطلب خطوات كتير وناس كتير كانت بتزهق وما بتكملش الإجراء أصلا. كل ده حصل لحد ما جت أمازون سنة 99 وعملت ميزة جديدة غيرت شكل التجارة الإلكترونية تماما. اخترعوا حاجة اسمها One Click Checkout، ودي باختصار كل البيانات متسجلة: اسمك، عنوانك، بطاقة الدفع، طريقة الشحن، وبس ضافوا زرار واحد اسمه باي ناو. أول ما بتضغط عليه الطلب بيتنفذ فورا بدون ما تدخل كل البيانات دي من تاني. علشان كده كان اسم على مسمى One Click Checkout. حصلوا على براءة اختراع ومنعوا أي حد يستعمله غير لما يدفع لهم فلوس الأول. الميزة دي اتسمت بعد كده بليون دولار بوتن. ليه بقى؟ لأنه فعلا زود مبيعات أمازون بمبالغ كبيرة جدا. كانت الناس بتدخل علشان تشتري، من كتر الخطوات الكتير كانت بتزهق وما بتكملش. مع One Click Checkout خلى الموضوع أسهل وأبسط بكتير، فالناس كانت بتكمل الإجراء وبيشتروا أونلاين. بعد 18 سنة براءة الاختراع انتهت وبقى أي حد يقدر يستعملها، وده اللي احنا بنشوفه النهاردة في كل الناس. الفكرة ببساطة إن أمازون فكرت إزاي تسهل على الناس، عاوزة تخلي عملية شراء الأونلاين سهلة وبسيطة ومحدش يزهق منها. عملوا ده لما حللوا سلوك المستهلكين ولقوهم بيدخلوا بيحاولوا يشتروا بس بيسيبوا العملية في نصها وما يكملوش، فوصلوا للحل العبقري: زرار واحد ساوى ملايين الدولارات.